مساء الخير أو صباح الخير. أنا الحقيقة خلصت قراءة كتاب اسمه خريدة القاهرة، أو كتاب خريدة القاهرة للكاتب حامد محمد حامد. كتاب جميل جدا جدا لو أنت بتحب تاريخ القاهرة الإسلامية أو القاهرة الفاطمية يعني. وفي أكتر من قصة الحقيقة غاية في الروعة، يعني بديعة جدا. معرفش الصوت كده واضح ولا لأ. في اكتر من قصة الحقيقة جميلة جدا. انا مش هطول على حضراتكم، يعني انا هقرا او هقول لكم على اول قصة بس في الكتاب. وهي قصة بعنوان الاسد زريق وبركة الزيبق. ابا الجيش خماروي ده كان ابن احمد بن طولون، وكان حظه سعيد للغاية ان هو ورث حكم دولة كبيرة جدا بعد ما أبوه أحمد بن طولون ما توفى، وأصبح حاكم لمصر. مش مصر بس، ده مصر والشام، يعني منطقة واسعة جدا، بلدين يعني أو أكتر من بلد، لأن الشام كانت سوريا ولبنان. بين عشية وضحاها، يعني هو نام صحى تاني يوم الصبح لقى نفسه ملك على كل هذه الأراضي. ومن ضمن حسن الطالع، يعني هو كاتب بيقول ان خماروي ما دخلش في حروب، يعني الفترة بتاعته كانت هادية وما كانش فيها قلاقل او حروب او اي نزاعات، وبالتالي هو كان حكمه هادي قوي، وقدر ان هو يتمتع ويتبغدد بالملك اللي هو كان عايش فيه. وانت في ميدان السيدة عائشة، وانت واقف في ميدان السيدة عائشة قدامك على مرمى البصر في مدرسة السلطان حسن. المنطقة دي كان فيها القصر بتاع خمروي طبعا. لا مفيش أي أثر متساب من هذا القصر، اتشال بالكامل. القصر ده كان فيه حدائق بتمتد من ميدان السيدة عيشة ولحد جامع أحمد بن طولون. المنطقة دي كلها، يعني ممكن حتى أوريك في صورة هنا موجودة، شايف؟ بص الصورة دي كده، الصورة دي ده هنا كان قصر خمروي، والمنطقة دي كلها كانت قصر، وفي امتدادها من ميدان السيدة عائشة ولغاية جامع أحمد بن طولون كان في القصر يعني بالحدائق الغناء. والقصر ده يعني هو كان بيقول، حاول ان انت تتخيل ان ساعتها ما كانش في شوارع طبعا ولا مباني زي اللي بنشوف النهارده، وما كانتش مدرسة الحسن اساسا كان اتبنت، ولا حتى القلعة كانت موجودة، يعني صلاح الدين ما كانش فيه الكلام ده خالص. وكانت جدران القصر مطلية بمية الذهب، وكانت الصور بتاعت خمراوي وهو بيعبث ويداعب الجواري بتاعته مرسومة على الحوائط. أما حدائق القصر يعني فكانت بقى قصة تانية. هو خمراوي كان صاحب مزاج شوية واضح يعني، واستجلب من بلدان في المنطقة زي مثلا إيران، تركيا، الشام، استجلب أنواع كتيرة جدا من النباتات، ومن ضمنها أنواع نادرة من النباتات. والمهندسين بتوعه صمموا نظام ري مخصوص لكل نبتة، يعني مش لكل نبتة طبعا عشان ما بالغش، يعني كل مجموعة بنفس الميكانيكية بتاعت الري، او بنفس احتياج نسبة المية، صمموا لهم أنظمة ري مختلفة. الأعجب بقى إن هو عمل جنينة حيوانات مفتوحة، يعني هو عمل جنينة حيوانات مفتوحة جوه القصر. احنا بنتكلم عن الملك فاروق في المنتزه لما كان بيطلقوا الغزلان ويخلوا الملك فاروق يطلع يصطاد، لا ده كان اكتر بقى بكتير. ده عملوا له جنينة حيوانات مفتوحة، جابوا غزلان وطواقيس وطيور من كل شكل ولون،
وللحيوانات المفترسة كان في حديقة، كان يعني حديقة منفصلة أو مكان منفصل. بعضها كان موجود للفهود والنمور، وطبعا الأماكن الخاصة بالأفيال والزرافات. بيقولوا بقى إن تربية الأسود كانت هواية خمروي، وكان عنده أسد بيفضله جدا عن باقي الأسود اسمه هقولك اسمه، لكن هو يعني الأسد ده كان عينيه زرقاء، يعني عينين الأسد كانت زرقاء ولذلك سمي بزريق. وبالتالي قلت لك انه الحلقة او اسف القصة او الحكاية يعني اسمها الأسد زريق وبركة الزئبق. مين بقى زريق يا سيدي؟ زريق ده أسد ما كانش بيسيب خمروي، يمشي يمين يروح مع يمين، يمشي شمال يجي مع شمال، يتجول في القصر بحرية تامة من غير أي قيود، وبيجلس جنب خمروي عشان يحرسه. ولما ينام يقعد الأسد جنب السرير عشان ما يجيش أي حد يقلق منام خمروي. المشكلة بقى إن خمروي ما كانش بيعرف ينام، كان عنده أرق، يعني ما كانش بيجيله النوم، كان عنده الفكر ما بيجيلوش نوم بسرعة. كويس. ونصحوا الأطباء بتوعه أكتر من مرة إنه يجرب التدليك قبل النوم، فقالوا له إيه، لازم تجيب مدلكتية يجوا يدلكوا لك جسمك عشان تنام. هو خمروي كان انف شوية، ما كانش يحب حد يلمسه، وبالتالي الحل ده ما ينفعش. قالوا له ايه بقى؟ اسمع يا سيدي، قالوا له تحفر بركة، تعمل بركة كبيرة وتملاها زئبق، الزئبق، وتجيب مرتبة مملية هوا بتطفو فوق الزئبق، وتنام على المرتبة الهوا اللي بتطفو فوق بركة الزئبق عشان تهدهد المرتبة الطافية خمروي وتهب له نعاسا اشتاقت عيناه إليه طويلا. قمة العبث يعني. وبعدين أنا بقول لي قمة العبث يعني يعني كأنه ما كانش فيه عقاقير مثلا أو أدوية أو أعشاب تستخدم عشان ينام الراجل أو ينام أي حد يعني عنده أرق، بياخد شربة أعشاب وينام على طول، كأن يعني ما كانش فيه حل غير بركة الزئبق. فبيقول لك يعني انه كل لما تغلغلت احداث التاريخ في القدم قرب التاريخ من الاسطوره، لانه قصص يعني قصص بيحكيها ناس، والناس بتحكي عن ناس، والناس بتحكي عن ناس، فما بتبقاش عارف الحقيقه فين. وللاسف الكلام كله بيبقى مكتوب واحنا بنصدق، مثلا انه فعلا في بركه مملوءه زئبق، وان كان في اسد اشقر وعينيه زرقاء بيحرس قبل جيش خمروي، وكان بيتحرك بحريه، يعني طبيعته الشرسه او طبيعته المتوحشه ما كانتش بتخرج على الجاريات العراية مثلا، انه شايف منظر مثلا لحمه وبالنسبه له ده اكل، فكان بيمشي عادي جدا جنبهم. كاتب بيقول هنا يمكننا أن نستشف ما وراء هذه الحكاية المرسلة كلها، إن عظمة وأبهة خمروي لم يكن لها مثيل، وأن حراسه كانوا شديدي القوة والبأس، ومع ذلك فالمؤكد أن خمروي قد قتل في النهاية على يد خدمه على الرغم من كل استحكاماته الأمنية. والمؤكد أيضا أن قصره الأسطوري قادم من حكاية ألف ليلة وليلة، والحدائق المدهشة بتاعته اللي كانت بتمتد بداية مما سيصبح جامع السيدة عيشة، أنا قلت لك ميدان السيدة أو من عند بالظبط جامع السيدة عيشة لغاية جامع أحمد بن طولون. ده طبعا كله اتدمر تماما، ما لم يبقى منه حجر على حجر، يعني بعد ما اتقتل خمروي ب10 سنين بس كل شيء اتدمر. ادي مرة تانية الصورة قبل ما نقفل الفيديو.
ادي الصورة اهي، معرفش واضحة في كل المنطقة دي كان القصر بتاع خمراوي. بس كده قصة طريفة لذيذة حبيت أشاركها مع حضراتكم. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. لو مش عامل اشتراك اعمل اشتراك أو ما تعملش براحتك. شكرا جزيلا لحسن الاستماع والمشاهدة. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.